قاعد في معملك دخلت عليك واحدة ست قالت لك يا دكتور لو سمحت محتاجة أعمل تحليل استروجين. بكل بساطة قمت جبت السرنجة والتيوب وسحبت العينة وفضيت الدم والوهلة وقفت. يا ترى هعمل لها أي نوع من الاستروجين؟ إيه ده؟ هو الاستروجين أنواع؟ أهو في 3 أنواع من الاستروجين تصدق؟ بيسموا E1 وE2 وE3. E1 اسمه استيرون، وE2 اسمه استراديول، واي 3 اسمه استيول. الفرق بين الثلاثه هقولهم لك في كلمه. اي واحد ده اللي موجود بعد انقطاع الدوره الشهريه وانقطاع الطمس، يعني عند سن اليأس. اما اي 2 ده اللي موجود في فتره الخصوبه والحمل، واي 3 ده اللي بنشوفه اثناء الحمل فقط. طيب، واحد صاحبك قاعد معاك قال لك هو ايه الفرق بين اي 1 واي 2 واي 3؟ يعني هم اتسموا كده ليه؟ بص، لما جينا ندرس تكوين الاستروجين لقينا في مجموعة من الهيدروكسيل على حسب حددها اتحدد اسمها. فلو لقيت فيها مجموعة واحدة من الهيدروكسيل أصبح اسمه E1، ولو لقيت فيه مجموعتين هيدروكسيل أصبح اسمه E2، ولو لقيت فيه 3 مجاميع من الهيدروكسيل أصبح اسمه E3. ازاي الاستروجين بيتكون في جسم الانسان؟ الموضوع بسيط جدا. فاكر الفوليكلز اللي كنا شارحينها في الحلقات اللي فاتت؟ قلنا بتتكون من 3 حاجات: الاوفم، الجرانيولوزا سيل، وكمان السيكا سيل. لما قعدنا ندرس الموضوع دوت مسكنا السيكا سيل لقيناها هي اللي بتنتج لينا السكس هرمون. هتنتج لينا البروجسترون والاندروجينز. طب هو فين الاستروجين في الموضوع؟ اتقل هتعرف. الاندروجينز بيسمى التستوستيرون. التستوستيرون هيحصل له كونفيرت، هيتحول لاستروجين بفعل انزيم اسمه اروماتيز. يعني الاستروجين مشتق من التستوستيرون بالظبط كده. طيب، الاروماتيز انزيم ده موجود جوه الجرانيولوزا سيل، يبقى السيكا سيل هتنتج لينا التستوستيرون، هيدخل جوه الجرانيولوزا سيل هيلاقي الاروماتيز انزيم هيحوله لاستروجين. جميل جدا. الاستروجين بيتم انتاجه منين من جسم الانسان؟ قال لك المكان الاساسي اللي بينتج لي اكبر كميه من الاستروجين وهو الاوفري، وبيتم انتاجه بنسب صغيره جدا من الادرينالين جلاند والاديبوز تيشو. وحط لي تحت الاديبوز تيشو دي مليون خط. تيجي الخص لك الموضوع بكل بساطه. بص يا سيدي، اثناء فتره الحمل وفتره الخصوبه الاستروجين هيتم انتاجه من الاوفري، وبعد انقطاع الطمس البوست مينوبوز هيتم انتاج الاستروجين من الادرينالين جلاند ومن الاديبوز تيشو. حلقة النهاردة هنشرح فيها الاستروجين بالتفصيل الممل، وهنفك شفراته وهنقول اسرار كتيرة جدا عنه. فركز معايا وحضر كشكولك وقلم وكوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن اناليست. اتكلمنا عن الاستروجين وانواعه وازاي بيتكون في جسم الانسان. دلوقتي هنتكلم عن المود اوف اكشن الخاص بالاستروجين، فركز معايا. الاستروجين لما بيتكون عندي هيبدأ يروح لخلايا الجسم. طيب، هو هيدخل جوه الخلية ازاي؟ قالك بيدخل باسفلي جوه الخلية. طب لما يدخل جوه الخلية هيروح على مين؟ قالك هيروح على الدي ان ايه. هيلاقي في بروتين موجودة على الدي ان ايه. البروتين دي بنسميها استروجين ريسبتور. حلو الكلام جدا. هيمسك الاستروجين في الريسبتور بتاعته ويبدأ يشتغل على الجين اللي موجود على حسب نوع الخلية، سواء شعر او جلد او اي منطقة في جسم الانسان. وبكده الاستروجين بيكون ليه جينوميك افكت. حلو الكلام. وده بيكون بنسبة 99%، بيسمى الميجر فانكشن بتاعته وهي الجينوميك افكت. طب ليه نون جينوميك افكت؟ تمام، ازاي؟ قال لك الاستروجين ليه ريسبتور موجود على السيل وول
بتاعة الخلية وكمان السيتوبلازميك، فهيمسك فيها ويبدأ يعمل الإفكت بتاعه. فركز معايا ويلا بينا نكمل شرح. بعد ما شفنا المود اوف اكشن العام الخاص بالاستروجين، تعالى نتكلم عليه بشكل سبيسيفيك، شكل اكتر تخصصيه. الاستروجين بيعمل لي شويه حاجات. اول حاجه development of primary sex characters، تاني حاجه development of secondary sex characters. الاستروجين increasing coagulation factor، الاستروجين decreased البون reabsorption، الاستروجين change mode. ايه الكلام ده؟ هو ده اللي هنشرحه مع بعض دلوقتي. بص يا سيدي، الاستروجين بيعمل لي development of primary و secondary sex characters. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك البرايمري 6 characters معناها ان دي الاعضاء اللي موجوده في الفيميل ومش موجوده في الميل، زي الاوفرز وزي قناه فالوب. طيب ايه هو السكندري 6 characters؟ قال لك دي الاعضاء اللي موجوده عند الراجل وموجوده عند الست، زي مثلا الفات ديستريبيوشن، توزيع الدهون جوه جسم الانسان بيختلف من الراجل للست، وزي البيرست موجود عند الراجل وموجود عند الست مع اختلاف الشكل، وزي كمان البيوبيك هير. طيب الاستروجين بيزود الكواجيوليشن فاكتور، وبالتالي بيعمل لي جلطات عند الفيميل. بص يا سيدي، الاستروجين بيعمل ديكريزد للبون ري ابسوربشن، بيقلل امتصاص البون. ركز معايا في الحته اللي جايه دي. البون عند الفيميل موجود ريسبتور عليه خاصه بالاستروجين. طول ما الاستروجين كويس، طول ما البون الخاص بالفيميل كويس جدا وصلب. طيب اول ما يحصل انقطاع للطمس، ايه اللي هيحصل عندي؟ نسبه الاستروجين هتقل، وبالتالي تبدا الفيميل تشتكي من مرض هشاشه العظام. طب ركز معايا اكتر، الاستروجين بيدخل على السي ان اس ويعمل مود تشينج، فتلاقي البنت اثناء المينستريال سايكل تقول لك انا مبسوطه، انا متضايقه، المزاج بتاعي مش متظبط. جميل. طيب الفيميل لما بيحصل لها بوست مينوبوزال، يعني انقطاع الطمس، بتبدا تشتكي من اعراض الدبريشن، الاكتئاب. كمان لازم تعرف ان الاستروجين بيعمل ريجوليشن للبادي تمبريتشر، فتيجي الست تلاقيها بتشتكي من نايت سويت اند هوت فلاش. ركز معايا عشان هنشرح معلومات اكتر. هقول لك شوية معلومات عن الاستروجين مهمة جدا تحفظها زي اسمك. علاقة الاستروجين بالمينستريال سايكل، وعلاقة الاستروجين بالبريجنانسي والخصوبة، وعلاقة الاستروجين بالمينوبوزال. فركز معايا. الاستروجين والمينستريال سايكل، الدورة الشهرية، ايه اللي بيحصل؟ قال لك اثناء المينستريال سايكل الاستروجين نسبته هتزيد جدا. طب ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيحول الاندوميتريوم اللي هي بطانة الرحم من طبقة رقيقة لسكنس، لطبقة سميكة، يعني بيعمل بناء لبطانة الرحم. طب هو بيعمل ده ليه؟ قال لك ده بيهيئها انها تستقبل البويضة المخصبة اللي هيتكون بعد كده الجنين منها. طيب يا ترى ايه علاقة الاستروجين بالحمل والخصوبة؟ ركز معايا. في مرحلة التبويض الاستروجين هيوصل لقمته، للبيك، اعلى درجة من الاستروجين. طب وده هيعمل ايه؟ قالك ده بيعمل ان الرحم هيكون فيه ميوكس، فلما الاستروجين نسبته تزيد هيقلل نسبة الميوكس اللي موجودة جوه الرحم، وهيخليه اسموس، ناعم جدا، وده هيساعد السبرم انه يتحرك بسهولة ويلتقي بالبويضة ويعمل لها فيرتلايزيشن اثناء الانتراكورس. جميل جدا. بغض النظر، وجود الاستروجين بكمية كافية بيخلي ممارسة الجنس عند المرأة سهل وممتعة وأكثر راحة. طيب علاقة الاستروجين بالمينوبوزال. بص بقى يا سيدي، لما بيحصل انقطاع للطمس، الفيميل الواحدة الست هيظهر عليها شوية أعراض نتيجة لنقص الاستروجين. الأعراض دي زي فاجينال دراينس، جفاف المهبل، وزي المود تشينج، مزاجها مش متظبط، وزي النايت سويت عند الهوت فلاش، وده بنسميه البوست مينيبوزال سندروم. واخيرا النسب الطبيعيه الخاصه بالاستروجين E2 و E3. دي كانت حلقه النهارده في شرح الاستروجين بالتفصيل الممل. لو انت شايف ان احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا، ما تبخلش علينا بتعليق تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل له شير وتعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم كابتن اناليسيس.